زوار موقع البوابة الإلكترونية لإطباع عمران، مرحبا بكم في هذه الحلقة الحوارية. اليوم نستضيف أحد أبرز الوجوه السياسية المؤثرة على مستوى ساحة السياسية إقليم سيدي إفني، المعتقل السابق وكاتب رأي سي محمد الوحداني. سي محمد الوحداني، مرحبا بك. مرحبا بنا جميعا في تمصريتنا يطبع عمران، ملتقى أبناء يطبع عمران، وفي نفس الوقت عيد مبارك سعيد، وجعل الله أيامكم وأيامنا أعيادا كلها إن شاء الله. سي محمد، مشكور أولا على قبول الدعوة. سي محمد، عرف المشاهدين بأكثر إذا كان ممكن في كلمات أو بإيجاز. عاشق مثل كثيرين لأيطبع عمران ولهذا الوطن من ريفه حتى صحرائه، مواطن يحلم بغد كريم وعادل لجميع المواطنين. الوحداني محمد هو ابن هذه المنطقة، هو نتيجة تاريخها، هو نتيجة أحلامها، هو نتيجة كذلك أشياء كثيرة تمر فيها. لا يمكن بتاتا أن أصف نفسي إلا من خلال أن أحلامي كلها كانت مرتبطة بهذه الأرض، ترابا وجبلا وسهلا وشاطئا. سي محمد، تقوم بنشر يومياتك وقلت أنك ستخصصها لتجربة 20 سنة الأخيرة. حدثنا قليلا عن الملامح العامة لما وراء تلك التجربة. فكرة كتابة اليوميات ماشي أول مرة كنكتب اليوميات. الجميع الذي يتابع ما أكتبه يعرف بأننا كانت عندي مبادرة قبل في 2014 اللي كانت معروفة بيوميات منكوب رقم 13 ذوبل 02، اللي كانت يوميات تاع ما تعرضت له المنطقة والإقليم وكذلك مناطق كثيرة في المغرب أيام إبان أيام الفيضانات. وفي نفس الوقت كنت أحاول خلال هذه 10 سنوات الأخيرة دائما أن أؤرخ الأحداث كثيرة وتجارب كثيرة عرفتها المنطقة، سواء على الصعيد الوطني أو كذلك على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي. بالنسبة لليوميات الأخيرة التي أكتبها والتي عنونتها بيوميات السر، تدخل في واحد الإطار تاع أن الفاعلين السياسيين في المغرب الجميع كيعرف بأنه الكتابة تاع السير الذاتية أو الكتابة كذلك حتى تاع اليوميات ماشي واحد القرار تاع الكتابة اللي كياخذوا الجميع، لأن ثقافتنا ثقافة شفوية. إذا بالتالي لكي لا تضيع أشياء كثيرة حاولت نتيجة التطورات اللي كتعيشها المنطقة. أولا كانت أحلامنا في مدة عقود حينما كانت المنطقة تابعة للجهة تاع سوس أننا نحققوا التنمية المنشودة ونحققوا الكرامة اللي بغينا، ولكن ما تحققات بالشكل اللي طمحنا به جميعا. بعد ذلك في هذه السنة الأولى تاع أننا ولينا تابعين للجهة الصحراوية جهة كلمي ودنون، تبين بأنه ما زال الاستمرار في هذا الإقصاء وفي هذا التهميش وهذا الحقرة. بالعكس وصلنا الآن لمرحلة تاع الانتقام. تبعنا الجهة الشمالية ما كاينش حتى شي نتيجة، تبعنا الآن الجهة الصحراوية الجنوبية بان بأنه حتى البرامج تاع التنمية للتوضعات كلها يقصت جميع الطموحات والأحلام اللي نضلت عليها المواطنين والمواطنات في هذه الجبال وفي هذه السهول وفي هذه المناطق كلها. إضافة لأن هذا الإضعاف المستمر المنهك المستنزف للقدرات التنافسية لهذه المنطقة يضاف إليه الآن أنه مجموعة من المنتخبين والفاعلين اللي المفروض عليهم أنهم يتضامنوا مع المنطقة ويتضامنوا مع الساكنة تاعها، ولا حتى هما كيدخلوا في هذه المؤامرة. وغادي نقول بواحد الكلمات تكون مختصرة وغير مخلة. حينما مسست في حريتي وحينما مسست في أشياء كثيرة تهم محمد الوحداني كشخص، قلت عفى الله عما سلف، وقلت الرسالة اللي كتبتها من داخل السجن والجميع تقريبا اللي متبع ما أكتبه قراها في الصفحة تاعي في الفيس، وهي رسالة خلينا سي محمد من الرسالة من بعد، لحقاش كاينه عندنا أسئلة مرتبطة بها. يا ترى ما هي الأسباب التي جعلتك تكتب يومياتك خاصة اليومية ديال السر، وهل في نظرك حققت المبتغى ديالها، خاصة أنها واش عرفت المشاهدين أو القراء بالقضية ديال سي محمد؟ على أي أنا ما غاديش نخليك في هذه النقطة اللي قلت لأنها هي عندها علاقة بهذا السؤال اللي طرحته الآن،
وانا من طبيعي انني ما كنخليش المعارك كنستمر فيها، ولا اؤمن بالاستسلام. احب كثيرا ما قاله عمر المختار: نحن لا ننهزم ولا نموت، اما ان نستسلم إما أن لا نستسلم، إما أن ننتصر وإما أن نموت. إذن على أي كتبتها لأن 20 سنة هي ماشي مرتبطة بشخص. هذا هو الإشكال. ربما أنا في اختياري لواحد المرحلة كان اختيارا تقنيا في الكتابة وتقنيا في إطار المواقف، لأن شيء طبيعي أن 20 سنة تاع النضال الحقوقي والنضال السياسي، النضال الثقافي، النضال الجامعي، وصلتنا جميعا، لأن احنا جيل وصلتنا لواحد المجموعة تاع النتائج، وصلتنا لمجموعة تاع القرارات. إذن كان بالتالي من المفروض علينا جميعا أننا نحاول ما أمكن نأرخوا ونحاولوا جميعا، ماشي غير القراء أو المتلقين تاع اليوميات وتاع ما أكتب، ولكن حتى أنا، باش أننا نستشفوا دروس وأننا نحاول ما أمكن أن لا نعيد التاريخ، لأن التاريخ إذا أعاد نفسه فإنه يعيدها في شكل مهزلة، ونحن لا نريد للمهازل أن تتكرر. الهدف هو أنه تقرأ، وأنتم جميعا تعرفون بأنه الآن مجموعة تاع المواقع على الصعيد الوطني تتابع هذه اليوميات، تنشرها مشكورة، وفي نفس الوقت القراء كذلك في مجموعة تاع المواقع على الصعيد الوطني تتابعها في مجموعة تاع المدن وفي مجموعة تاع الجهات. هذا مهم أن يصل الصوت. أن نتفق أو نختلف هذا كموضوع، ولكن أن تصل الفكرة في حد ذاتها، أعتبر هذا في حد ذاته أنه هو الخطوة الأولى نحو تحقيق ما كنت أصبو إليه من خلال كتابة اليوميات، وهو التاريخ لهذه المنطقة من خلال هذه 20 سنة الأخيرة على جميع المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى التنموي. يعني خصنا نقولوا للآخرين ونقولوا لنفسنا ماذا تحقق بعد هذه السنوات كلها، وفي نفس الوقت فيها أسرار متعلقة بأشياء اللي عشناها جميعا هي أقلقت البعض. شيء طبيعي، لأنه من المفروض أن في بعض الأحيان حينما تحاول أن تكشف المستور أن يقلق بعض الذين يضرهم ذلك، ولكن الذي يهم هو أن نقول الحقيقة. سي محمد، يقال أن سبب الكتابة ديالك اليوميات عائد إلى تراجع الأسهم ديالك السياسية على مستوى إقليم سيدي إفني حاضرة إطباع عمران. شنو هو ردك على هذا الكلام؟ هذا واحد الرأي اللي كما قلت رأي بعض الذين يقلقهم ما أكتب أولا، وكذلك في نفس الوقت يقلقهم حضور واحد النموذج اللي كيشكل واحد الصورة تاع واحد المجموعة تاع المواطنين وتاع المواطنات في هذه المنطقة وفي هذا الإقليم. احنا ماشي كاينين في بورصة باش نتكلموا على تراجع الأسهم، أو نتكلموا كذلك على هل حقيقة الوحداني كاين في الساحة في المشهد السياسي ولا ما كاين. هذا كلام أنا ولفته، قالوا في 2005 وقالوا في 2006 وقالوا في 2007 وقالوا في 2008، ولا رجعتوا لما يكتب في هذه المحطات كلها، وقالوا في 2009 وقالوا فاش كنت الرئاسة تاع المجلس البلدي، وقالوا فاش تعتقلت المرة الأولى في 2008، وتقال تاني الآن من طرف الخصوم ومن طرف المنافسين الذين يزعجهم حضوري، لأن أنا أمثل فكرة، أمثل رأي معين، أمثل طريقة في التدبير، أمثل مواقف، والآخرين الذين يزعجهم حضوري بهذا الشكل هذا وقربي من المواطنين. شيء طبيعي أنه الخصم والمنافس ما غادي يمكنش أنه يحمل الورود للوحداني أو يحمل الورود لأي حد ممكن أنه ينافسه على الوجود في الساحة السياسية. سي محمد، كيتسائل المشاهدين ما شنو هي الحقيقة ديال الصراع ديالك مع سي إبراهيم بوليدي؟ أنا نقول واحد المسألة، كنت دائما الصراعات التي أدخلها هي الصراعات الكبرى. محطات كثيرة اللي كيعرفني أنا ما كنت خاص الصراعات الشخصية. أولا ما غادي يمكنش ندخل في هذا الصراع الصغير، أو من جهة أخرى ما غادي يمكنش نهائيا نقول بأنه الخصم تاعي هو شخص. اللي كان عنو احنا منه في المنطقة هو غياب التنمية، اللي كان عنو منه في المنطقة هو التهميش، هذا الاحتقار وهذا الانتقام الممنهج اللي كتحاول الأطياف كثيرة عبر عقود من الزمن وعبر قرون أنها تسلطوا على المنطقة، ولكنها لم تنجح. حاولت هذا تاريخيا فرنسا وإسبانيا، وحاولوا قايد حيدة بن ميس والقلاوي
وواحد العادات تاع الاستعمارات باش انها تحاول انه تكون واحد السبب تاع انها تركع هذه المنطقه. ولكن باش اختياراتي كانت دائما، وهذا الشيء كتعرفوه انتم وخصوصا الناس اللي متابعين التجربه المتواضعه تاع محمد الوحداني، على انه كاين اشخاص في هذه المحطات كلهم اللي عشت كانوا كيحاولوا دائما يفتعلوا صراعات معي. انا ما عمرني دخلت معهم في صراعات، لان اساسا كما قلت كان العقول الكبيرة تناقش الأفكار، والعقول المتوسطة تناقش الأحداث، العقول الصغيرة تناقش الأشخاص. أنا ما عمرني بغيت نهبط لديك الدرك الأسفل تاع الأشخاص وتاع العقول الصغيرة. إذا بالتالي لأني لن أستفيد منها شيئا، ولن تستفيد منها المنطقة، ولن يستفيد منها المهتم بالشأن العام أو المواطن أي شيء. ربما الآن كل مرحلة كيجي شي حد يمثل ساعي بريد تاع صراع لوبيات كبرى مع المنطقة ومع أشخاص، ومنهم محمد الوحداني. هذا الشيء ماشي جديد عليا، وهذا الشيء عشته مرارا، وكل مرة وانظروا ما هي نهاية أولئك الذين كانوا يلعبون دور سعاة بريد تاع هذه اللوبيات، وكيف الحمد لله أنا ما زلت حاضرا في الساحة بفضل الله وبفضل ثقة المواطنين، وكذلك حتى مواقفي. الآخر إذا كان يريد أن يفتعل هذا الصراع لحسابات معينة لكي يرضي لوبيات باش يقول لهم بأنه هو ضد الوحداني باش ينال الرضا تاعهم، أنا لا أبحث عن رضا الأشخاص، أبحث عن رضا الله والوالدين وعن ثقة المواطنين.